السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. شو أخباركم؟ شو علومكم؟ وش مسوين؟ صلوا على النبي يا جماعة الخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يسعد هالوجيه. قولوا آمين. القصة هذه لواحد اسمه سعد. بالله انتبهوا بعد ما تسمعون القصة. سعد هذا إنسان طيب جدا وإنسان حبيب. مشكلته الوحيدة إنه يثق بسرعة. وظيفته وظيفة حكومية، وظيفة مرة كويسة. متزوج. الآدمي هذا رياضي، يعني يحب يلعب كورة. يطلع دائما في الويكند، يطلعون استراحات، يطلعون ملاعب وكذا ويلعبون كورة. تعرف على واحد من الناس هذه اللي تلعب معه، نفترض اسمه أحمد. أحمد هذا كان من دولة عربية. سعد هذا كان إذا طلع من الدوام يكون في وقت فاضي وزي كذا، صار عشان يشغل نفسه يشتغل في التطبيقات هذه حقة التوصيل، رغم أنه ما كان يستخدمها كثير، بس وقت الطفش كذا يوصل وزي كذا. جت فترة عرف انه هذا احمد وضعه مو كويس وعاطل وزي كذا، فقال له سعد اسمع، انا بما اني في وظيفتي على طول، سيارتي هذه ابى اخليها معك، انا معي السيارة الثانية اروح اداوم واجي عليها، وبعطيك التطبيقات هذه وهذا الجوال اللي فيه التطبيقات هذه، اشتغل واللي تطلع لك، انا ما ابي شيء. وهذه كانت اكبر غلطة غلطها أحمد، لأنه لو جينا غلطها سعد، لأنه لو جينا يعني كنظاما ما يصلح أنك تسوي هذا الشيء، تعطي واحد يشتغل بسيارة باسمك. والشيء الثاني أنه برضه يعني من دولة عربية ويشتغل كذا، ما هو على شركة وكذا، فهذا غلط. سعد سوى الأشياء هذه بطيبة منه، ما يدري وش اللي بيصير. بعد فترة سعد سافر هو وزوجته إلى منطقة ثانية بحكم شغله وزي كذا، وما كان يدري متى يرجع. فكان يقول لأحمد هذا إذا احتجت شيء كلمني، أي شيء تحتاجه. جاء يوم اتصل أحمد على سعد، قال له خالتي وبناته وكذا فاتحين مشغل ويشتغلون فيه ومحتاجين دعم ومدري إيش وكذا، ودي إنك تسلفني مبلغ، وبرضه بناخذ شقة وكذا للمشغل قال له سعد اسمع، بالنسبة للمبلغ أبشر، أنا بعطيك المبلغ هذا وتساعدهم فيه. أما بالنسبة للشقة، أنا عندي شقة أبى أعطيكم إياها تستأجروها زي كذا، متى ما قدرتوا أنكم تدفعوا لي ادفعوا، بس أهم حاجة أنه يعني تنتبهون عشان الجيران وزي كذا. الشقة هذه كانت ملك لسعد. قال له خلاص ابشر. وثق سعد، أعطى الشخص هذا اللي هو الأمان، وخلاص قال له هذه الشقة يسكنون فيها اللي خالته وبناتها. مر تقريبا سنة على الكلام هذا، إلا والله يجي اتصال على سعد، قال السلام عليكم. وعليكم السلام. سعد قال لي نعم. قال تحضر شرطة كذا كذا. ايش السالفة كذا؟ قال تجي عند المحقق الفلاني، تجينا اليوم الفلاني. قال طيب أنا المشكلة الحين يعني أنا ماني في نفس المنطقة، أنا في قال لازم تجي، الموضوع ما في تأخير، لازم تحضر. والله ويطلع هذا سعد طيران الحالة، ترك زوجته وكلهم هناك ويحضر. ودخل على هالمحقق. محقق بدأ يسأله أنت عندك شقة كذا كذا؟ قال إيه نعم، الشقة هذه وأنا يعني فيها ناس وزي كذا. قال الشقة هذه ملك لك؟ قال إيه نعم. أنت مأجرها؟ قال إيه نعم. وين عقد الإيجار؟ قال أنا ما حطيت عقد إيجار، وهذا اللي فيه واحد يعني صديق لي وأهل اللي ساكن. أكبر خطأ الآن أخطأ فيه إنه أنت الحين برضو تخلي واحد يسكن بدون عقد إيجار، وهذه أكبر غلطة برضو. قال المحقق أول شيء هذا الحاجة اللي أنت سويتها هذه كلها، هذه اللي جابت لك المصيبة الآن. ندخل في المصيبة الثانية. قال إيش؟ قال أنت عارف إيش اللي قاعد يصير داخل الشقة؟ قال لا والله ما أعرف. ويفتح المحقق
ويبدأ يذكر له وش اللي صار. طلع انه هذا احمد لا عنده خالته ولا اي شيء، هذه خويته من ضمن الناس اللي كان يوصلهم. تعرف عليها وقامت تقول له انا في المشغل وزي كذا، بس ابغالي سكن وابغالي كذا. قال لهم انا عندي سكن تجون تسكنون. قلب الشقة هذه للأسف نقول الكلمة هذه شقة دعارة، وصار هو والبنت هذه وصديقاتها وأخوياه كل شوي داخلين طالعين. ومع الدخول والطلوع زي كذا وناس داخلة سكرانة وناس طالعة وأغاني وحاجات، واحد من الجيران شك فيهم وصار يتابع السيارات اللي تجي، يشوف ذا البنات اللي ينزلون آخر الليالي واللي تطلع واللي تجي مع واحد فراح هذا بلغ، قال الموضوع كذا كذا، وتابعوا الوضع إلين ما شافوا إنه الشقة هذه اللي قاعد يصير فيها شيء ما هو طبيعي، عيال كثير يدخلون ويطلعون. فطبوا على الشقة هذه واكتشفوا إنه داخل الشقة هذه أو الشقة هذه قالبينها شقة دعارة، بنات وعيال وشراب وحشيش وأشياء أعوذ بالله. والمصيبة إنهم يوم مسكوا هذولي ما كان معهم أحمد، لكن وصل له خبر وانحاش، جلس فترة منحاش، وجابوا سعد حققوا معه ووقفوه، يعني حطوه في التوقيف إلين ما يحولون النيابة، ودخل في مشاكل كثير. كان يقول في واحد اسمه أحمد أنا أعطيته كذا كذا، وكان يعطيهم رقمه ويقولون وينه ما ندري وينه، عندنا نستدعيه بس ما هو موجود. يعني كان برضو على كل الأشياء اللي كان يسويها لسعد إلا أنه كان متخفي ما كان يبغى يجي. زوجة سعد كانت تدري أنه راح للتحقيق، راحت علمت أبوها وعلمت أخوانه وزي كذا، راحوا كلهم وعرفوا بالموضوع إنه في التوقيف وزي كذا، حاولوا فيهم وش السالفة إيش اللي صار، علموهم. وصلها خبر خلاص انجنت، حطت في بالها انه هذا سعد هو اللي مع البنات وهو جايب للمصيبة هذه. تخيلوا بعد هذا كله يجي أحمد ويوهق سعد ويقول سعد هو اللي طيحه في هذا الطريق، هو اللي معطيه السيارة، هو اللي معطيه الشقة، وهو يدري عن كل شيء قاعد يصير، يعني البنات والأشياء هذه كلها وهق سعد فيها. تحول للأسف سعد إلى السجن بتهمة ما له دخل فيها وانظلم فيها، كلها بسبة أحمد وبسبة الطيبة هذه اللي وصلته لهذا المكان. جلس 1 و3 شهور. خلال ال1 و3 شهور هذه خسر فيها وظيفته، خسر فيها زوجته، خسر فيها أشياء كثير، حتى نفسيته وتعبه، لأنه ما طلع من السجن إلا هو مريض سكر ومريض ضغط، دائما يغمى عليه داخل السجن من القهر. يعني الحاجة اللي تسوي خير وشوف النهاية وش صار. مع أحمد والطقة اللي معه انحكموا وترحيل إلى بلدهم. من الضحية؟ الضحية سعد اللي طلع خسر وظيفته وخسر زوجته وخسر كل شيء، حتى أقاربه، حتى الناس، سمعته في كل مكان. الواحد ينتبه، الثقة لا تعطيها أي أحد، لا تسلم رقبتك لأي واحد، خصوصا الأشياء اللي أنت عارف أنه ممكن تجيب لك مصيبة زي اللي صار هذا. تسلم سيارة باسمك لأحد، بيت تأجر بدون عقد بدون شيء، حتى لو يكون خويك أجره بعقد، سيارة ولا أي حاجة، تفويض بنك، أي حاجة، انتبه، لأنه أي خلل في الأشياء هذه بيرجع في راسك أنت اللي راح تنسجن، أنت اللي راح تخسر وظيفتك، راح تخسر بيتك، راح تخسر كل حاجة. فانتبهوا. طبعا اللي يحكي لنا القصة هذا أخو سعد، طبعا سعد اسم وهمي الحين أنا جايب. يقول إحنا لقينا أو عرفنا من سعد هذا، يقول عرفت من أخوي، يقول يا أخي كأنه مسحور، والله كأنه مسحور. يقول ما في أحد بيعطي شخص سيارته يقول خلها معك، يقول مخلي السيارة، تخيل، مع أن السيارة اللي أعطاه أفضل من السيارة الثانية اللي مع أخوي. يقول أعطاه السيارة، أعطاه تطبيقات، أعطاه الجوال، أعطاه كل شيء، حتى صرافات معطيه، تحويلات بنكية وصلت إلى أكثر من 60,000 ريال. هذا غير الأشياء اللي كانت يعني يعطيه كذا يشتري ولا يحول ولا حاجات يجيبها له. فيقول ما أدري أنا كأنه مسحور، كأنه سحره. وبالنهاية جحد أخوي، يعني
رغم انه هو اللي موفر له كل شيء، هو اللي سوى له كل شيء، هو اللي يعني رحمه ورحم وضعه، لكن شوفوا الوقح والحقير يبقى حقير في النهاية. يعني في البداية يجيك يتمسكن عندك، لكن في النهاية بيجحدك. عشان كذا الواحد ينتبه مهما كان، انتبه لنفسك، سمعتك. أنا أدري إنه كثير من الناس يقول طيب يا أخي ساعدنا نبي الأجر. أوكي، أنت لو تنوي بس الأجر جاك الأجر، لكن تسوي أجر على حساب إنه بيصير لك مشكلة، لا والله. أنا أحيانا الحين أمشي في الشارع ألقى واحد يأشر، ما أوقف له. ليه؟ لأنه خلاص الشر يعم من كثر ما نسمع إنه وقف فلان مع عائلته صار كذا وصار كذا وصار الواحد يخاف يا أخي. تيجي توقف تركبه عنده مصيبة عنده شيء ولا. فانتبهوا، صلوا على رسول الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في قصة جاية في الله.